السلام عليكم الشباب، كي راكم بخير وعلى خير. نتمنىكم تكونوا مزيان واموركم كلها بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم الحصه غتكون خصيصا للناس المقبلين على التسجيل في التكوين المهني، الناس اللي باقين تالفين ما عارفين ما يديروا، الناس اللي مشاو لافاك مثلا وما وفقهمش الله في لافاك وباغيين يقلبوا الاتجاه للتكوين المهني باش يحصلوا على ديبلوم. الشباب، مؤسسه التكوين المهني اولا الاو اف بي بي تي باختصار هي مؤسسه ديال الدوله، ما ديال حتى شي واحد، ديال الدوله، واي واحد توفرت فيه الشروط ديال هذه المؤسسه وكتنطبق عليه الشروط راه من حقه يتسجل ويستافد من الخدمات ديال المؤسسات. شباب، ومؤسسه التكوين المهني عرفت واحد المجموعه ديال الاصلاحات كبيره، واحد الاوراش كبيره ديال الاصلاحات خصوصا في 10 سنوات الاخيره، سواء من الجانب المؤسساتي يعني عدد المؤسسات او من الجانب البيداغوجي اللي هو الرأسمال البشري والامور التقنيه والادوات والوسائل واخر ما كاين في لي تكنولوجي والمواقع ولي بلاتفورم، يعني كل شيء هادشي توظف باش تعطينا اون ميور فورماسيون. صراحه ماشي كاع المؤسسات كيستافدوا من هادشي اللي قلنا، ولكن الاوراش غاديه ان شاء الله في الاصلاحات. الشباب، مؤسسه ديال التكوين المهني كتلقاوهم في المغرب كامل وفي الجهات كاملين، فاهمين؟ وكنقدروا نلقاو في المدن الكبيره والمدن الصغيره، ميم حتى كاين بعض المرات كنلقاو وحدات متنقله، يعني كتمشي للبوادي والمناطق النائيه باش كتكونسا كتعطي الخدمات ديالها للمواطنين. هادشي اللي قلنا شباب راه قليل. بغيتو تعرفوا التفاصيل ديال التفاصيل ادخلوا للموقع ديال لو اف بي بي تي، كتدخلوا لجوجل مباشره كتكتبوا او اف بي بي تي واول لين كتكليكي عليه وكيدخلك لهذا السيت مباشره. ملي كندخلوا للسيت الشباب كنقدروا نلقاوه بالفرنسيه او لا ما كناش نعرفوا الفرنسي مزيان نقلبوه العربيه. وعلى فكره الشباب، بالنسبه للناس اللي باغيين ينخرطوا في التكوين المهني ضروري ومؤكد خصهم يحسنوا المستوى ديالهم في اللغه الفرنسيه باش ما يتعذبوش، باش ما يتمحنوش، لان اغلب الدروس او لو كل الدروس كتكون باللغه الفرنسيه والامتحانات كتكون باللغه الفرنسيه، يعني انكم ملزمين باش ديروا مجهود اضافي باش تحسنوا المستوى ديالكم في اللغه الفرنسيه. هادشي كامل باش ما تعذبوش. الشباب، ملي كندخلوا للسيت كنلقاو 3 ديال الفضاءات: فضاء البحث عن التكوين، فضاء المتدرب، وفضاء المقاولات. فضاء البحث عن التكوين او قسم البحث عن التكوين هذا ديال الناس اللي يلاه باغيين يتسجلوا، يعني هذوك الخدمات اللي فيه كتستافد منهم انت اللي يلاه باغي تسجل. فضاء المتدرب شكون كيستافد منه؟ الناس اللي راهم ديجا تيقراو داخل مؤسسات التكوين المهني. والفضاء الثالث والاخير شكون كيستافد منه؟ الناس اللي ديجا خداو الدبلوم وفكروا يديروا المقاولات ديالهم. شباب، مركز التكوين المهني او مؤسسه التكوين المهني كتوفر لكم او كتوجد لكم اكثر من 400 مؤسسه عبر ربوع المملكه، يعني في المغرب كامل كاين اكثر من 400 مؤسسه. كتوفر لكم الشباب اكثر من 480 شعبه، راه ما تختار، كل واحد غادي يلقى ضروري الميولات ديالو والرغبات ديالو في اي تخصص بغى. مركز التكوين المهني او مكتب التكوين المهني الشباب هو اللي كيحتل الرياده في التكوين في المغرب، اكثر من 90% ديال التكوين كيقوم به الاو اف بي بي تي، يعني والباقي راه كاينين مؤسسات خاصه ديال التكوين المهني. التكوين المهني الشباب كيوضع رهن الاشاره ديالكم ولا في الخدمات ديالكم اكثر من 10,000 مستخدم اداريين ومكونين. مركز التكوين المهني او مكتب التكوين المهني الشباب كيوضع رهن الاشاره ديالكم اكثر من نصف مليون مقعد بيداغوجي، يعني اللي كيتسنى الناس اللي غادي يجلسوا فيه لي ستاجير، يعني اكثر من نصف مليون متدرب غادي يشد ان شاء الله. شباب، التكوين المهني بما انه قلنا عنده اكثر من 480 شعبه راه موجد لنا مجموعه من القطاعات اللي كنوجدوا بهم راسنا باش نواجهوا تحديات المستقبل، باش نفرضوا راسنا تحنا في المستقبل. القطاعات اللي كاينين قطاعات مهمه ومؤثره وضروري منهم، فاهمين؟ القطاع الاولاني هو قطاع معده الطيران، والقطاع الثاني هو قطاع الفلاحه، والقطاع الثالث هو قطاع الصناعه الغذائيه او قطاع الصناعه الغذائيه. كذلك عندنا قطاع الصناعه التقليديه، فنون الصناعه والطباعه اللي هما ديال الاشهارات، قطاع السمع البصري،
الناس ديال الصحافه والناس ديال اللي كيصوروا والناس ديال ناس كيصنع المحتوى انسي دو سويت. يعني كاين بزاف ديال التخصصات، زائد الاقتصاد الاخضر، التربيه، التبريد والهندسه الحراريه، الهندسه الكهربائيه. فاهمين؟ كاين بزاف ديال القطاعات. كاين قطاع النقل واللوجستيك، كاين قطاع مواد البناء، وكاين قطاع مهن السيارات هو القطاع المحبوب. فاهمين؟ القطاع اللي تيكون عليه اقبال كثير واقبال بزاف، والاقسام ديالو كتلقاهم عامرين كاملين. علاش؟ لان العالم كامل غادي في هذا الاتجاه هذا، المغرب براسو غادي في اتجاه ديال صناعه السيارات. فاهمين الشباب؟ هاد القطاعات كاملين غتلقاوهم عندكم في صندوق الوصف كاملين. فاهمين؟ ولكن اللي زوين في هادشي كامل، ملي كتدخلوا للسيت كتكليكي على اي قطاع بغيتي، كيعطيك كتيب الخاص بالقطاع، يعني الكتيب اللي فيه دوك الشعب ديال القطاع كاملين. مفهوم؟ هذا باش تكتشفوا القطاعات اللي كاينين والشعب اللي كاينين في التكوين المهني. ما تسولوا حتى شي واحد، ما تمشي لها دخل للسيت واكتشف راسك وخذ لي زانفورماسيون كيما بغيتي.